النهارده هنكمل السلسله بتاعتنا. وقلنا اول حاجه ان هي التغذيه، اتكلمنا في التغذيه عن البروتين بشكل كامل وايه اللي بيحصل لجسمك لما بيدخله بروتين. النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني في السلسله دي، وبرضه هيكون عن التغذيه وهنتكلم فيه عن الكارب. خليني في الاول اقول لك ايه هو الكارب. الكربوهيدرات او النشويات او السكريات ده اللي لما بتاخده من مصادر الاكل جسمك بيبتدي يتعامل معاه وبيحوله للجلوكوز، بيبتدي جسمك يقوم بكل العمليات الحيويه بتاعته وبيتعامل معاه ان هو مصدر الطاقه لجسمك. ايه بقى هي انواع الكارب؟ انواع الكربوهيدرات في كارب بسيط وكارب معقد. الكارب البسيط ده زي اللي موجود في الفاكهه او في الخضار او في مصادر الالبان، والكارب المعقد اللي هو موجود في الحبوب الكامله زي الشوفان او في الرز او في المكرونه. تعال اقول لك بقى عن الاسطوره اللي الناس كتير بتتكلم فيها ان الكارب دايما مربوط بزياده الدهون او بزياده الوزن. خليني اقول لك ان الكلام ده غلط خالص، ملوش اي علاقه، لان المتحكم في زياده وزنك او تخزين الدهون في جسمك هي السعرات الحراريه الفائض اللي انت بتعمله لما بتاخد اي نوع ايا كان، سواء كارب او بروتين او فاتس بشكل زياده عن اللي جسمك محتاجه، فالزياده دي بتتخزن لدهون. كمان خليني اقول لك ان الكربوهيدرات ليها فوائد كتير، غير ان هو بيساعدك تبني عضلات، هو كمان ليه دور مهم جدا في وظائف جسمك بشكل عام. تعالى بقى اقول لك ايه اللي بيحصل اول ما بتدخل مصادر الكارب لجسمك من المغذي. تعالى بقى اقول لك ايه الحاجه اللي بتحصل لما بتدخل مصادر الكارب جسمك. اول ما الكارب بيدخل جسمك جزء منه بيتحول لجلوكوز عشان جسمك يبتدي يتعامل معاه ويخزنه كطاقه، والجزء الثاني بيتحول لجلايكوجين وبيتخزن جوه الكبد والعضلات. زي ما احنا عارفين ان الجلايكوجين ليه دور مهم جدا، وهو وانت بتتمرن بيدي الطاقه للعضلات ان هي تقوم بالتمارين اللي انت بتعملها في الجيم، وبيحافظ على ادائك الرياضي بشكل عام وزياده اوزانك وزياده شده التمرين. وبعد ما تخلص تمرينك بتكون طبعا استنفذت كل مخازن الجلايكوجين الموجوده في العضلات، فبالتالي لما بتاخد الوجبه اللي بعد التمرين جسمك بيبدا يحولها وبيخزنها لمخازن الجلايكوجين زي ما قلت لك، عشان يكون عندك طاقه لتاني يوم تمرين، تالت يوم تمرين، والعمليه دي بتفضل شغاله دايما. وده اللي بيحافظ دايما على مخازن الجلايكوجين مليانه دايما جوه العضلات، وده بيخلي دايما ادائك الرياضي في احسن حال، وكمان بيقلل الهدم اللي بيحصل بعد التمرين. كده اكون بسطت لك ايه هي انواع الكارب وايه هو الكارب اصلا وايه اللي بيحصل لجسمك لما الكارب بيدخله. تعالى بقى نخش في الابحاث اللي اتعملت عن تقليل كميات الكارب في نظامك الغذائي، وايه الاحسن ان انت تقلل الكارب او تمنعه خالص او تاخد احتياجك الكامل من الكارب في اليوم. خلينا نتكلم في الاول ايه اللي بيحصل لك لما بتقلل الكارب زياده عن اللزوم او بتمنعه. اول لما بتقلل الكارب زياده عن اللزوم او بتمنعه من نظامك الغذائي بتبتدي تحصل لك شويه مشاكل على المدى البعيد، وبيكون اولها فقدان الطاقه، ان انت مبيكونش عندك الطاقه ان انت تقوم باي مهمه في يومك، سواء ان انت تروح شغلك او ان انت تنزل تتمرن او اي حاجه بتعملها في اليوم. واخر حاجه بتوصل لها هي الاغماء، ان انت بيجيلك اغماء مفاجئ، وده اللي بيكون سببه ان انت منعت الكارب في نظامك او قللته وفضلت ماشي على النظام ده فتره طويله. خليني كمان اقولك ان انت لما بتمنع الكارب فتره طويله او بتبدا تقلله من نظامك ترجع تاخد كميه كارب عاليه تاني بشكل مفاجئ، جسمك بيبتدي يخزن دهون، بيرجع تخين زي ما كان تاني، ما بتفضلش ثابت ولا اي حاجه. في دراسه اتعملت عن تقليل الكارب في الوجبات بتاعتك على مدار اليوم، والباحثين وصلوا لان تقليل الكارب واللي بدوره بيأثر على الجلايكوجين الموجود في العضلات، وبالتالي ادائك في التمرين هيبدا يقل. كمان الجلايكوجين لما بيقل مش بيأثر بس على العضلات، ده كمان بيأثر على الخلايا المسؤوله عن نمو العضلات بعد التمرين. في كمان دراسه اتعملت في جامعه نورث كارولينا ان انت بتمشي على نظام غذائي قليل الكارب وفي الوقت اللي انت بتكون بتتمرن فيه، ولقوا ان هو بيزود افراز هرمون الكورتيزول. زي ما اتكلمت عن الكورتيزول قبل كده ان هو بيساعد جسمك في اكتساب العضلات لما بتفرز بكميات الطبيعيه وبالكميات القليله بتاعته، لكن هنا بيبدا الكورتيزول يتفرز بكميات كبيره وبيكون ليه اثار جانبيه، واثاره الجانبيه دي ان هو بيبدا يكسر الانسجه ومن ضمنها الانسجه العضليه. وفي دراسه تاني اتعملت على مجموعتين من الناس، مجموعه مشوا على نظام قليل الكارب ومجموعه تانية كانوا بياخدوا احتياجهم الكافي من الكارب. وفي اخر الدراسه لقوا ان الناس اللي مشيت على نظام غذائي معتدل الكارب وخدوا منه احتياجهم من الكارب على مدار اليوم، معدلات هدم العضلات في جسمهم كانت قليله جدا عن الناس اللي مشيت على نظام قليل الكارب. بمعنى ان الناس اللي مشيت على نظام كارب معتدل او خدوا احتياجهم الكامل من الكارب، معدلات هدم العضلات اللي بتحصل بعد التمرين كانت اقل بكتير من الناس اللي مشت على نظام قليل الكارب. وده معناه ان لما بتقلل الكارب في جسمك بتبدا عمليه هدم العضلات، ما بتكسبش عضلات. ولقوا كمان ان معدلات تخليل البروتين في الجسم اعلى عند الناس اللي مشيت على نظام معتدل الكارب عن الناس اللي مشوا على نظام كارب قليل. والخلاصه هنا يا شباب ان انت لازم تاخد احتياجك كفايه من الكارب على مدار اليوم، ولا تقلله قوي ولا تزوده قوي، تمشي في المتوسط وتاخد الاحتياج اللي هيخليك تستفيد بس، ولا تزود قوي ولا تقلل قوي. استنوا الفيديو الجاي اتكلم عن ايه هو الانسولين وعلاقه الكارب بافراز الانسولين في جسمك وايه اللي بيحصل لما الانسولين بيتفرز. والفيديو اللي بعده هنتكلم عن اخر حاجه في الجزء بتاع التغذيه وهي الفاتس، عشان نكون خلصنا اول حاجه من الاربع حاجات وهي التغذيه. استنوا الفيديو الجاي، متنساش تعمل لايك وفولو وحركه الاكسبلور عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من